يقدر يشرط على النادي الاهلي كده. يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي يقول يعني النادي الاهلي يقول واحنا نقول له احنا موافقين، النادي يقول لك تعالى تحت امرك. طب كل الكلام ده كله كان اجتهادات يا كابتن، ما فيش اي حاجه من دي حصل خالص طبعا. يعني الاعلام اللي بقاله يومين ثلاثه قاعد ده يروح ويجي واعلانات وحسين عايز يشيل نسبه المشاركه وايه واسال حسين كل ده. حد يقدر يشرط على النادي الاهلي خالص كده، احنا تحت امر النادي الاهلي. يعني الراجل ده دخل مضى تريك على بياض. مضى يا كابتن اول جلسه مع الكابتن سيد، هو كل الحكايه يا كابتن ان احنا كان عندنا نهائي كاس، عندنا بطوله افريقيا، عندنا سوبر بيراميدز كان كده. لما كل دوت كان في ضغوط في النادي الاهلي، في ضغوط ماتشات، كان في فرصه ان احنا نقعد، واحنا مجرد ما قعدنا هي قاعده مع الكابتن سيد ثاني يوم خلصنا كل حاجه. طب والعرض الاماراتي اللي ب 2 مليار ده والعرض مش عارف ايه اللي بكام؟ النادي الاهلي اهم كده. والنادي الاهلي اهم طبعا، دي مفيش كلام. طب هو كان فاتح المجال لعروض ولا اصلا الموضوع كان قرار محسوم؟ هو كابتن جات عروض كتير وكده، بس هو كان القرار محسوم يا كابتن، مفيش غير النادي الاهلي. القرار محسوم. هل حته الاعلانات عشان توازي قصه ولا اصلا دي برضو مش موجوده؟ لا يا كابتن مفيش حاجه والله. كل حاجه النادي الاهلي والله، احنا الاثنين متفاهمين واحنا الاثنين كنا متواصلين مع بعض وكل فرق كبير من اللي باع وخان وقال لك الطموح واللي اشترى كيان. الدنيا خد وهات، بنحبك يا حسين يا شحات. رمضان اتجنن على نفسه. انت رمضان يا رمضان يا فندم، لعيب الكوره النهارده لما يبقى في موقف زي اللي هو فيه رمضان ده، المفروض اللي انت كل اللي بيحصل فيك ده، انا معاك ان هو مش عدل. المفروض يبقى البنزين بتاعك ان انا اطلع من الملعب بالدم. انا ما شفتش رمضان بيطلع من الملعب بالدم، شفتوش. شفته بيلعب ماتشات كويسه، ماتش كل 5-6 كل صراحه. ده رايي. لا هو ما جاش، هو من ساعه لا ده صحيح، ده صحيح. شريف اكرامي لا رمضان يزعل يعني لان هم اخواتي كلهم وبحبهم. اكيد مش شريف لا شريف اصل يعني أكيد. الكلام يزعل. لا هو رمضان والله ما رجعش فورمه، وانا بقول كده على فكره. عارف ليه؟ يمكن رمضان يسمعني ويفوق. رمضان فين في المنتخب من ساعه الاولمبياد؟ رمضان فين من المنتخب من ساعه الاولمبياد؟ لا مش ما قدمش ازاي لعيب كان بيؤهل في يوم من الايام نبقى كابتن منتخب. طيب انت بقى تلوم الموقف اللي هو فيه رمضان دلوقتي يا استاذ شريف على ما يحدث له خارج الملعب؟ ارجع اقول حاجه يا كابتن. طيب نرجع قبل ما هو يروح من النادي الاهلي من هارسفيلد لبيراميدز. هو مش كان لعيب محترف في الدوري الانجليزي؟ مين اللي رجعه مصر تاني؟ عرب؟ الاهلي مش جابه تاني 6 شهور؟ لا مستواه في الدوري الانجليزي لما ده من ضمن الحاجات. اللعيب اللي يمشي يا كابتن ما ترجعوه، زي ما الناس دلوقتي عماله تتكلم على امام عاشور. اللعيب اللي يمشي ويخرج بره ده ما كانش في نادي عايزه يا استاذ. انا بقول لك انا عارف اللي هيلعب درجه ثانيه يا كابتن احسن. هيروح بلجيكا، هيروح. ما كانش في نادي طالبه، ما كانش في حد. الراجل كان في ستوك وحش جدا، مشي وحش جدا، راح هدرسفيلد وحش جدا. كويس يا راجل بيقول لك مشي وحش جدا، تقول له طب كويس منين اتجاه؟ وقال لك خد هداف البريمير ليج. قالوا الكلمه الناس دي ضربه تريبيلي 2 مللي وواكله جبنه وجايه تتعبنا.